يا مساء الفل على كل حبايب قلبي اللي بيتابعوني، مساء الورد، مساء الياسمين، مساء الروقان. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض حتة أكلة سمك، عايزة اقول لكم تحفة. جرم بياض، بصوا اكبر سمكة في العالم، شايفين ما شاء الله الوزن بتاعها تقريبا يعني اقل من 5 كيلو بشوية. سمكة ما شاء الله كبيرة جدا. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. وزي ما انتم شايفين كده، انا اول حاجة عملتها بقى في السمكة بتاعتي، عايزة اقول لكم ان انا يعني ايه وديتها للراجل، لان بصراحة يعني هي ما شاء الله كبيرة، فانا ما عرفتش انضفها لوحدي. خليته يفتحها لي كده سنجاري من عند الظهر، ونضفتها خليتها شمعة منورة زي ما انتم شايفين كده. وقشط لي برضو القشر بتاعها من بره. ايه بقى الخلطة بتاعت السنجاري يا ام عبد الله؟ خلطة سهلة جدا وبسيطة، والنتيجة بتاعتها اللهم بارك زي بتاعت المحلات ويمكن احلى كمان. هيبقى معايا تقريبا يعني 3 او 4 طماطميات مقطعاهم مكعبات، وراس بصل كبيره برضو متقطعه كده مكعبات، وشويه بقى من الجزر اللي هو المبشور تقريبا يعني جزرايه كبيره، واربع خمس فصوص ثوم مدقوقين، وشويه من اوراق البقدونس المفروم، وملح وفلفل وشطه حمرا شويه صغيرين خالص، وشويه كمان من الكمون تقريبا معلقه كبيره. كتري كمون زي ما انت عايزه، احنا عارفين طبعا ان السمك بيعشق الكمون والليمون اكتر حاجتين. جبت بقى الصينيه اللي انا هحط فيها بقى الخلطه بتاعت السنجاري، هنزل فيها الخضار كله. وبعد كده هنزل بقى بشوية التوابل، على فكرة ممكن تزودي بابريكا يعني زي ما انت عايزة. وتحطي بقى تقريبا كده عصير ليمونة كبيرة. كتري ليمون زي ما انت عايزة. عايزة اقولك الليمون بيدي روح حلو قوي للسمك، وبيدي تيست حلو قوي للخلطة كمان. انا هنا حطيت ليمونه كبيره، بس انتي لو عندك ليمون اكتر من كده ممكن تحطي ليمونتين. وحطيت كمان معلقه حلوه بقى من الشطيطه اللي انا عملتها معاكم قبل كده، دي بتبقى عندي يا جماعه في التلاجة طول السنه، بتنفعني في اي حاجه. ورشه حلوه بقى من الخل ورشه زيت، يعني تقريبا خل معلقتين 3 خل، ومعلقتين 3 برضو زيت لان السمكيه بتاعتي كبيره. هتقلبي بقى الخلطه بتاعت السنجاري دي، عايزه اقول لكم شامي بقى الريحه، ريحتها بجد والله يا جماعه حلوه جدا. جبت بقى الورق اللي هو الالومنيوم فويل ده، يعني طبقته كده على التين علشان طبعا هو خفيف جدا. والسمكية دي زي ما انتم شايفين كده، انا حطاها بقى على الصينية الكبيرة دي، ونزلت بقى بالخلطة كلها كده على السمكة، وابتدي ان انا اوزعها على السمكة كلها. الحقيقة انا عايزة اقول لكم ان انا ما حطيتش ليمون كتير، هي ليمونة واحدة كانت عندي، لان انا كانت في التلاجة عندي ليمونتين بس. لكن انتي لو عندك ليمون ممكن كمان تحطي على لحم السمكة ليمون قبل ما تحطي الخلطة، عايزة اقول لك هيدي طعم وريحة حلوة جدا. زي ما انتم شايفين كده، انا شلت بقى السمكة بتاعتي كده حطيتها على الورق الفويل. زي ما بقول لكم حطيت طبقتين ورق اللي هو الفويل ده. وطبعا يا جماعة هو هيلمس السمكة اي نعم، بس طبعا كده كده احنا جلد السمكة مش هناكله، فمش هيبقى مضر ولا حاجة. وهبتدي اقفل بقى كده على على السمكة بتاعتي كده، يعني هدي الشكل بتاع السمكة بالظبط. وبعد كده هتشيليها بقى وتحطيها على الصينية بتاعتها. وفي الوقت ده كنت شغلت الفرن بتاعتي على درجة حرارة عالية جدا، اعلى درجة حرارة عندي، وسخنت الفرن كويس قوي. وبعد كده هدخل بقى السمكة من غير ما ادهن زيت بقى ولا اي حاجة من فوق، هحطها على الرف التاني او الاولاني بعد الصاجة يعني على الشبكة. هنا بقى هعمل معاكم الرز اللي هو الصيادية. شوية زيت صغيرين خالص، هي تقريبا معلقتين زيت. وهنحط عليهم كده بصلاية مبشورة ناعم خالص. هفضل اقلب فيها لغاية لما تاخد بقى اللون اللي هو الذهبي الغامق. وهنزل عليها بتقريبا يعني نص لتر ميه، لان انا هعمل نص كيلو رز، وشويه كمان بقى من الصويا صوص، وشويه كمون وشويه ملح. وعلى فكره يا جماعه، بالنسبه للصويا صوص ده اختياري، بس عايزه اقول لكم ان هو بيدي لون حلو قوي للرز. حطيت بقى نص كيلو رز مصري مغسول، وبعد كده هغطيه وتهدي عليه النار خالص اول ما يتشرب لغايه لما يستوي. هنا بقى معايا واحده بتنجانه، انا كنت شويها على النار وقشرتها من القشر بتاعها وحطيتها في الطبق ده، هنعمل مع بعض بابا غنوج. حطيت لها شوية ملح وفلفل وكمان كمون، وشوية كمان كده من الطحين، هي تقريبا ربع كوباية طحينة، وشوية كمان من الفلفل اللي هو الأسود. وهقلب بقى كل الحاجات دي وادخلها كده على الخلاط اضربها ضربة سريعة. وهنا برضو كنت عاملة في الاير فراير، او اللي هي القلاية الهوائية، كنت عاملة فيها بقى الفلفل المقلي والبتنجان ده. والله يا جماعة رهيبة رهيبة رهيبة، ان شاء الله هعمل لكم فيديو قريب جدا عن الاير فراير دي. بجد ملهاش حل، انا ندمت ان انا ما جبتهاش من زمان. هنا عملت بقى الخلطة بتاعت البتنجان، حطيت معلقتين كبار كده من الشطيطة، عليهم شوية خل حلوين، وشوية كمان من الملح كده والكمون.
هبتدي بقى اغمس فيها بقى الخضار بتاعي اللي هو الفلفل، وكمان البتنجان بقى عايزه اقول لكم بالخلطه دي بيبقى زي العسل، بيبقى مشطشط اخر حاجه. ممكن كمان تزودي مع الخل شويه ليمون. تا 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 خلصنا بقى الاكل بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. بصوا عسل عسل عسل، سفرة يعني. عايزه اقول لكم الاكله دي لو جبتوها والله يا جماعه من بره هتدفعوا 600 700 جنيه كده مستريح. احنا النهارده عملناها بطريقه سهله جدا، اسهل من السهوله، والنتيجه اللهم بارك زي بتاعه المحلات. حطيت كده بقى السمك اللهم بارك في النص، وسلطه البابا غنوج الجميله زينتها بشويه كده من زيت الزيتون، وكمان السلطه الخضراء بقى مفيش غنى عنها مع السمك، والرز بتاعنا الصياديه. والسمك عايزه اقول لكم استوت كده بقت بصوا زبده بغاشه. تعالوا بقى اتفضلوا معانا. يلا بقى بسرعه قبل ما الفيديو يخلص اخبطيلي لايك، واشوفكم بقى ان شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامه.